حاجات لو حصلت معاكي اعرفي ان حياتك في خطر. ايوه كده زي ما بقولك، ركزي بقى معايا ويلا اللايك الحلو اللي زيك واذكري ربنا في الكومنتات وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نعرف ايه هي الثلاث حاجات دول مع بعض. طبعا اول حاجة الحاجات دي لو حصلت معاكي اعرفي ان على طول حياتك في خطر. لا ومش خطر عادي، ده كمان ده ممكن حياتك تتقلب رأسا على عقب. ايوه كده زي ما بقولكوا. الحاجة الاولى لو عايشة في بيت عيلة او برا بيت العيلة وبيكون حواليكي اهل زوج مؤذيين وعلاقتهم سامة. تاني حاجة أخت زوج حرباية عقربة شيطانة كده على هيئة بني آدمة، بتكون شغلانتها ليل نهار مش وراها غيرك تدبر وتفكر ازاي توقع بينك وبين أخوها. مرة كده ترمي كلمة ومرة تحرق دمك بكلمة وتخترق خصوصيتك بدون أي وجه حق، ومرة تتجاوز حدودها كمان معاكي وتتدخل في اللي ليها فيه واللي ملهاش فيه كمان. اهو اي حاجة تعملها والسلام علشان كل ده توصل للمراد وتحقق حلمها وتعيشك دايما في نكد وتمغص عيشتك وتخليكي تشوفي الجحيم الوان. تالت حاجة الحما العقربة. الحما العقربة فعلا كده زي ما بقول لكم. ايوه اللي بتكون بقى شايفة انك جيتي خدت منها جوزها فارس احلامها مش ابنها خالص، على اساس يعني انت جاية كده من السوبر ماركت وللأسف الشديد وانك جيتي خدتيه على الجاهز على اساس يعني انك جايه كده من السوبر ماركت، او للاسف الشديد نبت شيطاني لا سمح الله، ولا ليكي اهل تعبوا فيكي ولا اتخدتي حتى على الجاهز ولا حتى جم خدوكي كده ايه وخدوا الجمل بما حمل كمان. وبينسوا خالص ان انت برضو زي ابنهم تمام، برضو ليك اهل وتعبوا في تربيتك وكبروا وعلموا وربوا وصرفوا ودفعوا كده دم قلبهم علشان يطلعوكي دكتورة مدرسة مهندسة او يوصلوكي لأي مؤهل عالي وشهادة عالية ومؤهل ومركز. كل ده طبعا بفلوس وسهر الليالي وتعب السنين وشقى والديكي. لا بينسوا كل ده ويقولوا ايه، لا ده ابننا بس اللي احنا تعبنا فيه وادينا لها راجل عالجاهز، على اساس يا عيني انت كده جايه ايه يعني من السوبر ماركت واشتراكي للأسف الشديد. تالت حاجة بقى أحفاد العيلة، وما أدراكي ما أحفاد العيلة. أحفاد العيلة قصدي الكريمة طبعا بنلاقي فيهم عدم الاحترام